السلام عليكم. فاكرين الفيديو اللي فات لما قلنا اننا هنعمل تحدي ال7 ايام علشان نتعود على الجورنال، واتفقنا ان كل يوم هديكي سؤال علشان تبدأي بيه. الفيديو ده هو اول فيديو في التحدي، وخلينا نبدأ على طول. معاكي الدفتر والقلم، افتحي اول صفحة ويلا نبدأ. سؤال النهاردة هو مش هيكون سؤال قوي، هو هيكون فضفضة، بس فضفضة بدون فلتر. يلا نبدأ. كم مرة حسيتي ان في كلام جواكي كتير بس مش عارفة تقوليه لمين، او يمكن مش لاقي حد يفهمه اصلا؟ النهاردة مش هتحتاجي حد. احنا تعودنا طول الوقت نكتب ونعدي ونقول عادي ونضحك حتى واحنا من جوه مش تمام. الحقيقة الكلام اللي جواكي مش بيختفي، هو بيستخبى، بيتحول لتعب، لضغط، لإحساس تقيل مش مفهوم، وكل يوم بيعدي بيكبر أكتر. علشان كده أول يوم في التحدي ده مش محتاجة منك تبقي قوية ولا إيجابية ولا حتى مرتبة أفكارك. أنا عايزاكي تعملي حاجة واحدة بس، تكتبي. اكتبي كل حاجة من غير فلترة، من غير ما تسألي هو ده صح، هو ده ينفع يتكتب. اكتبي كل اللي مضايقك، كل اللي مخوفك، كل اللي ضاغط عليكي. اكتبي حتى الحاجات اللي مش مفهومة، حتى الكلام اللي متلخبط، الغضب، الزعل، الفراغ. مش مهم الجملة تبقى مظبوطة ولا الكلام يبقى حلو، المهم يبقى حقيقي. تخيلي ان الورقة دي هي المكان الوحيد اللي تقدري تكوني فيه على طبيعتك. مفيش حد هيحكم عليكي، مفيش حد هيقولك استحملي، مفيش حد هيقارنك بحد. انتي بس مع نفسك. يمكن لأول مرة من فترة طويلة تسمعي صوتك بجد. هنعمل ايه؟ هنجيب النوتة والقلم وهتقعدي في مكان هادي وخليكي مع نفسك حوالي 10 دقايق بس، واكتبي من غير ما توقفي. حتى لو مش عارفة تبدأي تكتبي ايه، اكتبي انا مش عارفة اكتب ايه وكملي. هتتفاجئي قد ايه كلام هيطلع لوحده. يمكن مش كل حاجة هتتحل النهاردة، بس خطوة زي دي ممكن تكون بداية انك تفهمي نفسك وتخفي الحمل اللي شايلاه لوحدك. لو بدأتي معايا التحدي اكتبي في الكومنت مستمر، وخلي ده اول يوم ترجعي فيه لنفسك. واشوفكم الفيديو الجاي.